السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض طريقه عميل المكرونه بشاميل. اول حاجه هنجيب خمس ست بصلات كده، هنقشرهم، وبعد ما نقشرهم هنقطعهم وهنسندهم كده على جنب، وهنجيب نص كيلو لحمه مفرومه وهنبدا كده نعصجه. وبعد ما نعصجه كده هتحط لها ماده دهنيه علشان ممكن تكون اللحمه دي ما فيهاش دهن كتير. هتحط شويه زيت الاول وبعد كده هتنزلي باللحمه. معلش انا مسرعه الفيديو لان هو بياخد وقت، وفي ناس كتيره قالت لي الفيديوهات بتاعتك بتاخد وقت، بس معلش. وهننزل دلوقتي بالبصل اللي احنا قطعناه على اللحمه بعد ما اللحمه كده اتعصجت شويه، عشان اللحمه بتاخد اكتر سوا. فانت لو حطيت البصل الاول هيتهرك ومش هتبان اي معالم للبصل. احسن وافضل ان انت تحطي الاول اللحمه، وبعد كده هننزل عليهم بمعلقه ملح. على طول دلوقتي هننزل بمعلقه ملح عليهم. بعد كده هتنزل بالبهارات. معانا معلقه شطه كده مش حاميه عشان الولاد الصغيرين، ومعانا شويه فلفل اسود هنحطهم برضو. وهحط شويه كمون، بس مش عارفه والله ما ظهروش ليه في التصوير، او هو الستاند بتاع التصوير يعني اتهز شويه. وبعد كده هنجيب حله كده هنحط فيها شويه الميه، وهنحط فيها شويه زيت وشويه ملح، وهننزل فيها بكيلو مكرونه يتسلق. بس ما تحطيش المكرونه الا لما الميه تفور عشان المكرونه ما تعجنش منك. هنحط دلوقتي المكرونه هتاخد فورتين، وعلى طول هننزلها وهنصفيها. بصوا لما الميه كانت فارت ليه؟ لما انا حطيت المكرونه. هتقولي لي حطيتي ايه في ميه تسلق المكرونه؟ معلقه ملح و3 معالق زيت. هنا هنعمل البشاميل. اول حاجه معانا فنجان زيت على سمنه، يعني معلقتين سمنه على معلقتين زيت كده، وهحطهم وهنزل عليهم بالدقيق، وهوريكم انا بحمرهم ازاي وبعملهم ازاي. هنحط الدقيق مع بعض. في ناس بتجيب البشاميل جاهز. ادي معلقه هرميه اهي من بتاعت الرز دقيق، معلقة مليانة. هنحط تقريبا 4 معالق، ده الكيلو مكرونة. وهنحط كيلو لبن، وهنحط نص كيلو لحمة مفرومة. وبعد كده هنقلب البشاميل لحد لما يبقى لونه ذهبي. هنفضل نقلب في البشاميل ده. حطينا 4 معالق دقيق على فنجان زيت على سمنة. الزيت اللي انا حطاه ده زيت ذرة، زيت نضيف. والسمنة اللي انا حطاها دي سمنة بلدي اصلا، بس معلش هما كانوا سايحين عشان الجو حر. هفضل اقلب فيهم على كده على طول، اقلب 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 باستمرار لحد لما يبقى لونهم ذهبي. هوريكم اللون وهنزل عليهم باللبن. بقول لكم اللي هو المكرونه دلوقتي انا حطاها بتتسلق، هجيبها لكم وانا بصفيها. المكرونه ما تخليهاش تستوي لدرجه ان هي تتعجن، لا، خليها نص سوا كده وتطلعيها علشان هي هتستوي تاني. هتستوي تاني في صينيه المكرونه. بصوا ادي النتيجه بتاعت البشاميل اللي وصلنا لها. هنبدا ننزل باللبن واحده واحده كده. معانا كيلو لبن على كيلو اللي هو المكرونه هيبقى كيلو لبن، و4 معالق دقيق، وفنجان سمنة على زيت، ونص كيلو لحمة. وعلى حسب الرغبة براحتك، اللي عايزة تحطي حطي، عايزة تغيري في المقادير غيري، عايزة تحطي المقادير اللي انا حطاها براحتك. بس انا بعملها كده وبتطلع حلوة على طول. هننزل باللبن كده. لو كلكعت بقى معاكي اللي هو البشاميل ده، لو كلكع معاكي هتعملي ايه؟ يا اما هتجيبي مضرب البيض وتفضلي تضرب فيهم لحد كل الدقيق اللي قدامك ده والكلاكيع دي تفك، يا اما تضربيهم في شوب الخلاط. وافضل لو انت ضربتيهم في شوب الخلاط، بس انا وبعمل صورة المكرونة كان النور قاطع، فاضطريت ان انا نعملهم بمضرب البيض. والله كل حاجة بتعملوها حلوة، وربنا ان شاء الله يحسن ما بين ايدينا وما بين ايديكم. معلش انا سرعت الفيديو هنا علشان الفيديو كان طويل، فانا سرعته. هفضل اضرب فيهم كده بمضرب البيض لحد لما هوريكم القوام اللي احنا هنوصل له، وهتطلع جميلة من ايدك ايا كانت الطريقة اللي انت بتعمليها بيها. بس هفضل اضرب فيهم كده. وبعد كده هنصفي المكرونه مع بعض دلوقتي. معلش بس لقطه ان انا بصفي في المكرونه ما جاتش عشان غبشت الكاميرا بتاعت التليفون. اهو بعد ما صفيت المكرونه اهي، بصوا مش مستويه ومعجونه، لا، معلش البخار بتاع المكرونه بيخلي الشاشه تغبش معايا اهو. بعد كده هنكب عليها نص البشاميل. بصوا المكرونه تحسيها مش مستويه جامد، لو هي مستويه وجيتي تحطيها تعجن وتطلع كده عجينه يعني. وادي البشاميل. بصوا القوام اللي احنا وصلنا له، لا هو سميك ولا هو يعني ميه خالص، لا هو كده يعني كده تمام كده حلو خالص. وهتطلع معاكي صينيه مكرونه زي الفل لو عملتيها بالمقادير اللي انا بقول لك.
وبعدين هجيب نص المكرونه هحطهم كده في الحله اللي انا كنت بسلق فيها المكرونه، وهجيب الصينيه وهدهنها اي ماده دهنيه عندك، وهكب نص المكرونه بعد ما انا كبيت عليها البشاميل. خدي بالك عشان ممكن انت تحط البشاميل على الوش ما يوصلش لقاع الصينيه من تحت. حطي نص البشاميل على المكرونه وحطي من تحت. ودي اللحمه المفرومه بعد ما اتعصجت كده وجهزت هنحطها كده في النص، وهنفضل كده نسويها في الصينيه. هوريكم انا بسويها ازاي. وبعد كده هرش عليها اللي هي الجبنه الموتزاريلا، بيبقى طعمها جميل جدا في الاكل. اهو بصوا كده بعد ما سويت اللحمه على المكرونه هرش كده طبقه بتاع ده جبنه موتزاريلا، وهحط عليها باقي كميه المكرونه. بصوا بيفضلوا معايا شويه بشاميل بخليهم للاخر. ساعات ممكن احط عليهم بيضه واحطهم على الوش، وساعات احط عليهم جبنه موتزاريلا، وهو افضل ان انت تحط جبنه موتزاريلا بيبقى طعمها جميل. بصوا هو احنا بعد ما اكلنا هي دي الحته اللي زادت في الصينيه. بصوا شكلها جميل ازاي. هوريكم بقى شكل الصينيه بعد ما طلعت من الفرن كان شكلها عامل ازاي. بصوا حلاوتها، بصوا متماسكه ومتجانسه وطالعه قطعه واحده ازاي. والطريقه دي حلوه خالص اهو شكلها وانا مطلعاها من الفرن. ودي واحنا بناكل فيها وبألف هنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.